السلام عليكم. اولا مبروك لكل الزملكاويه، مليار مبروك، مش مليار، 2 مليار مبروك. انت لو زملكاوي لايك بسرعه. انا يا جماعه قلت الزمالك لحد دقيقه 80 متعادل امام سموحه. كده كده الدنيا بايظه، مفيش فلوس، ايقاف 11 ايقاف قيد، فبالتالي اتغلب. ما هو الطبيعي يعني. اتفاجأ ان قبل ما الزمالك يكسب ان النادي الاهلي في المركز الثالث وبيراميدز المركز الثاني. النادي الاهلي نادي المليارات وبيراميدز برضه نادي المليارات. يقوم ناصر منسي خاطف هدف ولا اروع يطلع الزمالك للمركز الثالث بالمركز الثاني. ركز، المركز الثاني بتلاتة بونت يخطفهم من بق الاسد. ناصر منسي بيخطف 3 بونت من بق الاسد. مين الاسد؟ الاسد بيراميدز والاسد الاهلي. ماليش علاقه بسموحه، دي مباراه سموحه لعب المباراه جيده جدا، ماليش علاقه بيه، ماليش علاقه بالفريق ده. انا ليا علاقه بالنادي الاهلي اللي كان بيحرجم على المركز الثاني، وبيراميدز اللي كان بيحرجم على المركز الثاني. يقوم نادي اللي عنده مشاكل الدنيا وازمات الدنيا وايقافات القيد و يطلع للمركز الثاني. دي يا جماعه احنا بنسميها في كرة القدم مش عاوز اقول المعجزة، حاجة عجيبة جدا انا ما وردتش عليا. يعني من يوم ما بدأت اتفرج على كرة من وانا صغير لحد ما كبرت ما شفتش نادي في الدنيا عنده مشاكل يخطف من بق الاسد النقاط كده، ياخد من الاهلي مركزه وينزل بيراميدز من مركزه. يعني الزمالك النهارده رجع بيراميدز الثالث بدل ما كان الثاني، ورجع الاهلي الرابع بدل ما كان الثالث. هو الزمالك عمال يمشي البيراميدز والاهلي بمزاجه؟ يا جدعان الزمالك زي ما قلنا مدرسه، كل اللعيبه اللي موجوده بتعافر عشان توصل النادي في افضل مكان واحسن مكان. النهارده الزمالك مستريح، ترتيبه التالي في الدوري المصري. المباراه الجايه هتلاقي خلاص الزمالك على احتاب التصدر. ما الزمالك اتصدر قبل كده، الاهلي ما اتصدرش يمكن ولا مره في الدوري. الاهلي يا جماعه رغم الملايين ولكن ضعيف جدا. الزمالك رغم الازمات والمشاكل قوي جدا. مبروك لكل الزملكاويه، فوز كبير، فوز عريق، حاجه كده تفتح النفس، تفتح نفس الزملكاويه يا اخي. ومن ريحه مين؟ من ريحه الغالي صاحب كاس السوبر الافريقي. مبروك لكل الزملكاويه على الفوز، الف الف مبروك. ما تنساش تدعم اخوك بلايك واشتراك.